لو حسيت في مرة إن دماغك ما بقاش زي الأول، تركيزك بقى ضعيف وبتيجي آخر اليوم حاسس بإرهاق ذهني رهيب مع إنك ما عملتش مجهود يستاهل، يبقى الموضوع ده يهمك جداً. هنتكلم النهاردة عن ظاهرة اسمها تعفن الدماغ. خلينا نسأل سؤال كده، بيحصل إن الواحد يمسك كتاب وبعد صفحتين بالظبط يلاقي إيده من غير ما يحس بتروح على الموبايل، أو يبدأ يتفرج على فيلم وفي نصه يكتشف إنه عمال يعمل سكرول على أي أبليكيشن تاني؟ لو الإجابة فاطمن، دي شكوى جماعية تقريباً. الحالة دي بقى ليها مصطلح بيوصفها كويس قوي، تعفن الدماغ. بس في نقطة مهمة جدا لازم نوضحها، ده مش تشخيص طبي رسمي، يعني محدش بيروح للدكتور يقول له عندي تعفن في الدماغ، لا، هو مجرد وصف دقيق للحالة العقلية اللي بنوصل لها لما بنتعرض لوقت طويل لمحتوى سريع وسطحي وبيشتت الانتباه باستمرار. طيب، إيه هو المسرع الأساسي للحالة دي؟ مين المتهم الأول؟ بدون أي تردد، السوشيال ميديا، وتحديداً منصات الفيديوهات القصيرة، الريلز، التيك توك، الشورتس، كل الحاجات دي. الحكاية ببساطة إن كل فيديو قصير من دول بيدي للمخ جرعة دوبامين سريعة ومباشرة. الدوبامين ده هو اللي بيدينا إحساس بالمتعة والمكافأة، فالمخ بيحس إنه اتبسط من غير ما يبذل أي مجهود عقلي يذكر. مش محتاج يحلل، مش محتاج يفكر بعمق، هو بس بيتفرج والمكافأة بتوصل فوراً. ومع الوقت الدماغ حرفياً بيدمن الإحساس السهل والسريع ده، والمنطق الجديد اللي المخ بيبدأ يشتغل بيه بيبقى حاجة شبه كده: ليه أقرأ كتاب؟ وليه أركز في فيلم طويل؟ وليه أفكر في موضوع معقد؟ ما الحاجات السريعة والممتعة موجودة هي وجاهزة. وبسبب المنطق ده أي مهمة تانية محتاجة صبر أو تركيز حقيقي بتبدأ تبان مملة وتقيلة على النفس بشكل مش طبيعي. طيب، إيه هي علامات الإنذار؟ إزاي الواحد يعرف إنه داخل في دايرة التعفن الصامت دي؟ في كام عرض واضح جدا، خلينا نشوفهم واحد واحد. أول وأوضح عرض هو فقدان التركيز، الواحد بقى صعب عليه يفضل قاعد على مهمة واحدة فترة طويلة. تاني حاجة التفكير السطحي، يعني بنميل للمواضيع الخفيفة ونهرب من أي نقاش عميق. ثالثاً الكسل الذهني، مش الكسل الجسدي، لا، كسل التفكير نفسه، إن الواحد يأجل أي حاجة محتاجة تشغيل دماغ. والعرض الأخير وده الغريب هو إحساس بالقلق والفراغ من جوه، برغم إن المفروض الواحد بيقضي وقته بيتسلى. الإحساس ده بيوصلنا لنقطة مؤلمة قوي، وهي إن العمر بيتسرق. الساعات اللي بتروح في السكرول والفرجة السريعة دي في الآخر مش بتبني ذكريات حقيقية الواحد يفتكرها، ومش بتضيف مهارة جديدة، ومش بتقوي شخصية الواحد. هو مجرد وقت بيتبخر في الهواء. تمام، بس ليه بنسميه خطر صامت؟ يعني إيه اللي بيخليه خطير قوي كده طالما هو مجرد تسلية؟ أخطر حاجة في الموضوع ده كله إنه مش مؤلم، مفيش أي وجع لحظي أو إنذار واضح يقولك خد بالك. هو عامل زي الحرامي اللي بيتسلل بالراحة، بيسرق تركيزك وقدراتك العقلية حتة حتة وببطء شديد، كل ده والواحد فاكر إنه عادي بيتسلى وبيستمتع بوقته. بس الخبر الكويس بقى إن الموضوع مش تذكرة ذهاب بلا عودة، لا، ممكن جدا نستعيد السيطرة تاني، والجزء ده فيه كام خطوة عملية وفعالة عشان نبدأ رحلة استعادة تركيزنا وصحة دماغنا. الخطوات بسيطة ومباشرة. أول حاجة نقلل مش نمنع، يعني بدل ساعتين سكرول نخليهم ساعة واحدة. تاني حاجة ندرب نفسنا على الملل، يعني نقعد شوية من غير أي شاشات ونسيب دماغنا يسرح كده مع نفسه. تالت خطوة نرجع العمق لحياتنا تاني، نقرأ مقال طويل، نسمع بودكاست هادي بيناقش فكرة. وأخيراً نختار المحتوى بوعي، مش أي حاجة تظهر لنا تستاهل وقتنا وتركيزنا. وهنا بتيجي أهم رسالة في الموضوع كله: الدماغ عضو مرن جداً وقابل للإصلاح والتغيير. حل التعفن الدماغ دي مش حالة دايمة، وأول وأهم خطوة في طريق الإصلاح هي مجرد الوعي، مجرد إننا ناخد بالنا ونعترف إن في مشكلة محتاجة تتحل. وفي النهاية يمكن أهم سؤال كل واحد فينا محتاج يسأله لنفسه بصراحة هو: هل أنا اللي بتحكم في انتباهي وبوجهه للمكان اللي أنا عايزه، ولا انتباهي هو اللي بقى بيتحكم فيا وبيجرجر وراه؟ الإجابة على السؤال ده هي بداية كل حاجة.